السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم في فيديو جديد دفعة تالتة ثانوي 2026 واهلا بيكم. انا مي الجمال طالبة طب بشري، بحاول ان انا اشارك رحلتي معاكم واكون معاكم في رحلة الثانوية العامة. اهون عليكم في اي اسئلة ليكم سيبوها لي في الكومنتات وقولوا لي انتوا بدأتوا دروس ولا لسه، ولو بدأتوا ايه، وما تنسوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات، ولو نسيت حتى في الفيديوهات الجاية دايما فكروني ان احنا نصلي على رسول الله، وطبعا تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناة علشان نكمل رحلتنا سوا. هسيب لكم كل اللينكات اللي انا هتكلم عنها خلال الفيديو ده، وكمان لينك التليجرام بتاعنا اللي هنشر عليه تحفيز ونصايح والاذكار بشكل يومي. دي سلسله كده هبداها اسمها سلسله بدايه الثانويه العامه. اول حاجه عايزه اتكلم عنها في الفيديو ده علشان ما نطولش عليكم هي فكره التاسيس. اكتر حاجه بجد اي طالب بيكون محتاجها، خصوصا لو الطالب ده كان مقصر في اولى وتانية ثانوي، لان في حاجات كتير بتبقى تراكميه. الحاجات دي ساعات بيجي عليها اسئله، كنت بلاقي ان في حاجات انا الحمد لله عارفاها وفي صحابي ايه ده دي كانت من السنه اللي فاتت واحنا نفتكرها ازاي. فلا، لما انت تبدا من دلوقتي تاسس نفسك، الحصه يعني حرفيا بتبقى 3 ساعات 4 ساعات، في بعض المواد بتزيد، بس ايا كان التاسيس ده هو اهم بكتير جدا من بدايه المنهج اللي انت هتقعد ترغي فيه طول السنه. نتكلم عن الكيمياء، فانت محتاج ان انت تتكلم عن وزن المعادلات، عن المول وعدد افجادرو اللي كانت في سنه اولى ثانوي، وحاجات كتير هتلاقوها في فيديو دكتور عبد الله شمس اللي نشره على القناه بتاعته. هتلاقوا ان هو عنده فيديوهات تاسيس، بس اسمعوها وحاولوا ان انتوا تكتبوا وراها، تكتبوها مثلا في اول الكشكول بتاعكم بتاع الكيمياء، وبجد هتفيدكم جدا. المستر برضو عنده منصه لو انتوا عايزين تكملوا معاه، وما شاء الله ممتاز جدا. دي الفيدباك بتاعه الطلاب عنده السنه اللي فاتت، ما شاء الله معاه ناس كتير جايبين طب بشري وناس كتير جايبين درجات كويسه في الكيمياء. بس انا بتكلم عن التاسيس، فطبعا هسيب لكم كل لينكات الفيديوهات زي ما قلت لكم في وصف الفيديو، اول تعليق على الفيديو، وكمان على المنتدى بتاعنا. الفيزياء في مستر اسمه كريم عبده، هو ناشر برضو الاساسيات بتاعه الفيزياء بشكل برضو هو نفس اللي انا فعلا عايزاكم تاخدوه. العلاقات البيانيه واساسيات رياضيه مهمه جدا ليك وانت في ثالثه ثانوي، فحتى لو انت كنت مهمل برضو في الرياضه في اولى وثانيه، باذن الله الاساسيات دي هتكفيك جدا للفيزياء بتاعه ثالثه ثانوي. ثالث ماده وهي الانجليزي، انا كنت باخدها سنتر، اللي اسسني فيها هو مستر تامر هلال، وصراحه هو ما قصرش معايا خالص، كان من اول اولى ثانوي اصلا بيدينا كورس التاسيس ده، بس رجع برضو في ثالثه ثانوي قرروا من الاول تاني علشان الناس اللي ما كانتش حضرته في اولى وثانيه ثانوي. وطبعا هو برضو عامله دلوقتي اونلاين للناس اللي حابين يشتركوا معاه، وبينزل اجزاء منه على اليوتيوب. هجيب لكم كل اللينكات في وصف الفيديو، اول تعليق على الفيديو. فكره بجد ان هو اسسنا من اول اي بي سي حرفيا، وازاي ننطق اصلا الكلام علشان ما يبقاش عندنا خوف من اللغه، لحد كتابه المقالات والحل وكل حاجه. يعني مش مجرد ان هو بيديك معلومات، لا هو بيحل معاك اصلا على كل حاجه انت بتاخدها. حاجات اللي هو اداها لنا في التاسيس لما اتكررت تاني في المنهج كان سهل علينا ان احنا ناخدها، فسهل علينا كتير الصراحه، والتراكمي ما كانش صعب معانا. فتقدروا ان انتوا تشتركوا معاه، وبرده اشتركوا في القناه بتاعته بحيث ان هو هينزل لكم باذن الله كتير الفتره الجايه. ان هو كان رشح لنا كتاب ابدا صح مع العمالقه، انا بدات الاول حليت فيه لوحدي شويه انا وواحده صاحبتي، بعد كده رحنا الكورس بتاعه، فالموضوع بقى اسهل معانا لما هو اصلا حل معانا معظم الكتاب. في برده قناه نذاكر اونلاين ناشرين كورس الانجليش، بس لو انتوا حابين كورس تفاعلي اكتر وهيبقى مباشر والمستر هيعرفك بنفسه ويعرف ان هو يتعامل مع المشاكل اللي عندك، فطبعا مستر تامر هلال مش هيأثر معاكم في النقطه دي. رابع ماده وهي الاحياء، مس ايمان حسن عامله لها فيديو مفصل للتاسيس، ومعاها كمان الملزمه وبي دي اف في الشاشه. دكتور احمد الجوهري مقسمها جزء للانسان وجزء للنبات. اخر حاجه وهي العربي، وحضرت التاسيس بتاعها مع مستر رضا الفاروق. كانت مشكلتي معاه بس ان الوقت بتاعه طويل، فعشان كده ما اشتركتش معاه بقيه السنه، لان انا اصلا كنت باخد سنتر، واشتركت مع مستر وليد محسن لان الاوقات بتاعته كانت اقل. الفاروق من اقوى الناس اللي بيقدموا تاسيس للثانويه العامه، خصوصا في النحو، لو انتوا ضعاف في النحو هيفيدكم جدا، فبرضه هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتات واول تعليق على الفيديو. بس والله ده كان فيديو النهارده، وباذن الله نكمل اكتر في سلسله بدايه الثانويه العامه. هكلمكم عن الروتين، هكلمكم عن حاجات كتير انا استفدتها كمان من الناس بتوع السنه دي وسالتهم عنها، بحيث ان انا افيدكم باذن الله. فما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناه، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. وحابه كمان للناس اللي محبطين من نتائج الدفعه اللي هي السنه دي وكده، حابه اعرفكم بس انه انتوا عليكم في السنه ديت ان انتوا تسعوا وتتقوا ربنا في اللي انتوا بتعملوه، علشان حتى لو سعيك ده لا قدر الله انت تعبت في لجنه الامتحانات، حصل لك اي حاجه وما جبتش المجموع اللي انت كنت عايزه، سعيك ده هو اللي هون عليك، هتلاقي نفسك مفيش اي احساس بالندم، لان انا عملت اللي عليا خلاص. فبجد يا جماعه ما حدش يحبطكم، اقول لكم ما تتعبوش، ما انتوا كده مش هتوصلوا. افرض ان انت تعبت ووصلت حرفيا. وهوريكم الرساله ديت لسه والله العظيم دلوقتي بنت بعتها لي بتقول يا دكتوره انا فاكره لما سالتك السنه اللي فاتت الدفعه اللي قبلنا عمالين يقولوا لي ما تذاكريش وبيحبطوني وكده، وقلت لها لا تزر وازره وزر اخرى. يعني حتى لو انت مثلا اختك كانت الدفعه اللي فاتت وكانت مجتهده وانت شايفاها بعينك بتذاكر وما جابتش المجموع اللي هي عايزاه، ده مش شرط ابدا ان انت كمان ما تجيبيش المجموع اللي انت عايزاه لو انت ذاكرتي واجتهدتي. هنا السعي بس، ونسيب النتيجه لربنا. اللي وصل للنتيجه اللي هو كان عايزها فرح والحمد لله، واللي ما وصلش للكليه اللي هو كان عايزها
الفكره بس ان احنا مش عارفين عن كل الكليات، فمش بيبقى دماغنا غير في الطب، وان احنا عايزين بس نوصل لمجموع عالي. ربنا عمره ما يستخسر فيك الدرجات اللي توصلك لكليه الطب، ربنا بس عارف وعالم بحياتك وبمستقبلك ان المناسب جدا لحياتك انك ما تدخلش الكليه دي. فبس انا كنت عايزه اقول الرساله دي مهمه جدا انها توصل لكم كلكم، لانه مفيش سعي بيضيع، كله بيبقى عند ربنا. واوهب دايما وخلي نيتك لله. بس كده، دمتم متألقين ومع السلامه.